تعرف مين هو اغنى صحابي من الصحاب كلهم؟ قبل ما اقول لك اسمه خليني الاول احكي لك على قصته عشان هتعجبك قوي. عشان الراجل ده حياته تدرس مش بس في الامور الدينيه، لا ده في امور التجاره والبيزنس، وده لان هو بدا حياته من الصفر حرفيا، من غير اي راس مال ولا علاقات ولا اي حاجه. كان شغال مع تاجر تاني ايام الاسبوع، وفي الاجازه بتاعته كان بيتاجر لنفسه، شبيهه شويه بالقصه بتاعت لن اعيش في جلباب ابي. وفضل الصحابي ده يراقب السوق لفتره طويله عشان يفهم العرض والطلب عامل ازاي. بدا واحده واحده يزود حجم التجاره بتاعته بشكل ملحوظ. الصحابي ده كان بيعمل حبه حاجات ميزته عن اي حد في الوقت ده من التجار التانيين. اول حاجه هي التسعير المرن، ما كانش بيثبت سعره، كان بيعدله على حسب العرض والطلب. تاني حاجه هي التوسع التدريجي، بدا بحاجات بسيطه وبعدها دخل في تجاره الابل والخيول والملابس. ثالث واهم حاجه الامانه والسمعه، الناس كانت بتثق فيه جدا وبتثق في اي حاجه هو بيبيعها، فده سهل جدا عمليه البيع والشراء. صحابي ده هو عبد الرحمن ابن عوف، وهو كان اغنى الصحابه، وقبل ما يموت طلع نص ثروته في سبيل الله. والحاجات دي لو طبقتها النهارده هتفرق معاك جدا في البيزنس بتاعك وهيكبر بشكل ملحوظ. انا كريم حنفي، سلام.